يلا تعالوا معايا النهارده هعمل معاكم كرنبيت بطريقه صحيه جميل جدا، صحي ومفيد. تابعوني وان شاء الله باذن الله هتلاقوا على قناتي كل ما هو مفيد. يلا بينا نشوف الطريقه ونشوف المكونات. انا جايبه الكرنبيت اهو عندي وهغسله وبعدين هجيب الميه ونشوف هنعمل ايه. حطيت قدر كده ميه على النار، نص ميه، حطيت فيه معلقه كمون كبيره بمعلقه الرز، معلقه كبيره، وحطيت معلقتين ملح. وبعدين هنبدا بقى نعمل ايه. لما تغلي الميه هسيبها تغلي، لما تغلي هبدا احط فيها الكرنبيت بتاعي ويتسلق. تعالوا بصوا معايا كده الخلطه بتاعت الكرنبيت بتاعتي. هعمل ايه؟ المفروض طماطمايه، انا ما عنديش طماطم، طلعت طماطم من الفريزر متقطعه، وثلاث بيضات او بيضتين الموجوده عندك. وتحطي هنا 3 معالق دقيق، حطي عليهم ربع معلقه كمون بالمعلقه الكبيره دي، ومعلقه ملح صغيره، ماشي. ودي بقى التركايه، معلقه، نص معلقه كربوناتو او باكنج باودر المتوفر عندك، وعندي نص مج ميه. المكونات دي هحطها في الخلاط وهضربها ضرب كويس، وهسيبها الباكنج باودر يختمر معاها ويديها نكهه وطعم جميل. اهم حاجه ما تنسوش ان انتوا تحطوا الكمون، اهم حاجه في الكرنبيت ان انت تحطي كمون عشان خاطر يساعد على انك تستفيدي من الفايده بتاعته ويريح معاكي الامعاء. جميل جدا. الميه عندي غلت اهي، هبدا بقى انزل فيها الكرنبيت. الكميه اللي موجوده عندك استعمليها، واللي مش هتستعمليه هفرزه معاكم في الفريزر. تعالوا بصوا معايا برضو هنا كده، حطيت كل المكونات اللي انا قلت لكم عليها في قلب الكبه، وحطيت عليهم الميه وكل حاجه. زودت عليهم ربع معلقه كركم اللي انا رشها دي على الوش، وحطي عليهم كمان معلقه بهار مشكله لو عندك. كل دي حاجات بترفع عندك النكهه. ونسيت اقول لكم ان انا حطيت معاها كمان خل التفاح للبيض. لازم خل التفاح، لان خل التفاح بيساعد على تريح الامعاء وجميل جدا ويقطع الزفاره، وليه فوائد كبيره جدا جدا جدا. تعالى بصوا كده، ضربت اهو المكونات في بعضها وهسيبها بقى تختمر، وبعدين هرجع تاني قبل ما استخدمه برضو اضربه ضرب تاني. خلاص اتسلق النقط البني اللي فيه دي من الكمون، وعندي اهو الخليط جاهز. فانا هسيب الكرنبيت يهدى شويه، وبعد ما يهدى نبدا نقليه مع بعض. العجينه بتاعتي اختمرت، جهزت الكرنبيت وبرد وقطعته. هنبدا بقى ايه، نقليه. هحط مقلايه على النار واحط فيها زيت وابدا اقلي. يلا بينا بقى كده. حطينا الزهره اهي مقليه على النار، وادي الزهره حطيناها في الخليط بتاعنا اللي سيبناه يختمر. هنبدا بقى نحط كده في الزيت. هقليه كله بنفس الطريقه وهوريكم النتيجه. التحمير وانتي بتحمري هتحمري على اتجاه، يعني تقلبي كده شويه وتقلبي كده شويه، وحاولي تملي كده عشان ده زيت زيتون. فانا بحب املى المقلايه عشان خاطر اخلص بسرعه، في نفس الوقت ما ياخدش درجه حراره كبيره قوي، ويطلع عندي يفضل عندي الاكل صحي. احنا زي ما احنا عارفين كده، ده دقيق الشوفان، فدقيق الشوفان صحي قليل الكربوهيدرات. فاضل كمان واحده كده نحطها ونقليه، ولما يتقلى بقى ان شاء الله باذن الله هوريه لكم. انا بس كنت عايزه اوريكم ان انا لازم املاها كلها. هسيبهم بقى يتقلوا، وبعدين لما يتقلوا هوريكم النتيجه. ما شاء الله الكرنبيت بيتقلى اهو. انا بحاول اني اخلي لما الزيت يسخن تبردي النار، ولما الزيت يبرد تعليه شويه عشان خاطر زيت الزيتون ياخد الدرجات، ما ياخدش درجه عاليه جدا ويتقلب معانا لحاجه خطيره. يلا تعالوا معايا بقى شوفوا الشكل النهائي للكرنبيت بتاعنا بعد ما قليناه. طبعا عاملينه بدقيق الشوفان وعاملينه بزيت الزيتون، محمر بزيت الزيتون، اذا هو صحي. وتخلي بالكم وانتوا بتعملوا الاكل وانتوا بتحمروه ما تخلوش الزيت يسخن قوي. اول ما يسخن على طول توطوا عليه وايديكم فيه عشان تقلبوا ويستوي معاكم بسرعه، وفي نفس الوقت ما يطولش على النار. يلا جربوه ان شاء الله باذن الله هيعجبكم.